حد فينا ما جاش عليه رمضان قبل كده وقال السنة دي هتغير، هعمل جدول، هقرا قرآن كتير، هقلل وقت السوشيال ميديا وهستغل كل لحظة صح؟ وبعدين يجي نص رمضان ونلاقي نفسنا بنعمل اللي بنعمله كل سنة، إننا بنأجل كل اللي بنخطط إننا نعمله ونكمل بنفس النمط اللي عايشين بيه. ليه بنفضل نأجل؟ وليه دايما بنحس إن بكرة هيكون أحسن يوم هنبدأ فيه؟ في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن أسباب التأجيل أو التسويف في رمضان، وإزاي ممكن نستغل الشهر ده كفرصة حقيقية إننا نبني عادات جديدة ونتخلص من التأجيل المستمر في حياتنا، ونعرف مع بعض إيه الخطوات اللي تقدروا تبدأوا بيها النهاردة قبل بكرة. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وكمان أرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش، حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتير، جاهز نبدأ؟ اهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. اكيد جاهز معاكي وحابب اتكلم جدا في الموضوع ده. طب يا كوتش، ممكن أبدأ معاك حلقتنا بسؤال مهم، وهو إيه اللي بيخلينا نأجل حاجات في رمضان؟ ليه بنأجل مثلا الصلاة في وقتها، قراءة القرآن، أو أي تاسكات يومية سواء في البيت أو الشغل؟ بص يا كوتش، اول حاجة ممكن ابدأ بيها اجابتي، وده سبب واضح، وهو الارهاق والصيام. الصبح مثلا بنحس اننا مش قادرين نعمل حاجة، وبعد الفطار بنكون تعبانين ومش قادرين نركز، وبالتالي بنقول لنفسنا خلاص بكرة ان شاء الله ابدأ بجد، والموضوع ده بيتكرر نفسه كل يوم. تاني حاجة هو الإحساس بالبداية الجديدة، وهنا ممكن أشرح النقطة دي، وهي إن رمضان لما بيجي كلنا بنحس إنه فرصة للتغيير. ففي بعض الناس ممكن تحط لنفسها أهداف كبيرة جدا، وطالما كبيرة جدا فممكن ما يقدروش يحققوها كلها، فبيبدأوا ويأجلوا حاجة ورا حاجة. والصوت الداخلي اللي بيكون جواهم مش مشكلة، لسه فاضل وقت بعدين، وكلام من ده كتير، وطبعا ده بيخلي الأيام تفوت يوم ورا يوم ومفيش أي إنجاز بيتم. الكلام ده يا أحمد فعلا بيحصل حرفيا، ومع ناس حوالينا وقريبين مننا جدا. ممكن كمان أضيف معاك نقطة ودي صعبة جدا، وهي جملة لسه فاضل وقت. كتير مننا طول شهر رمضان بيقول إن لسه في وقت كفاية نعمل كل حاجة، وفجأة بنلاقي نفسنا رمضان جري وبقينا في العشرة الأواخر منه، ووقتها بنحس بالندم وإننا ما خدناش الموضوع بجدية من الأول. وهنا بداية الدخول في مرحلة جلد الذات وتأنيب الضمير والإحساس بالتقصير، وطبعا ده بيأثر نفسيا بشكل سلبي جدا. طيب دلوقتي في سؤال مهم، إزاي ممكن نخرج من الدوامة دي ونبدأ فعلا بدل ما نفضل نأجل؟ فعلا سؤالك مهم يا كوتش. هبدأ إجابتي على سؤالك إن فعلا الشخص اللي حابب يبعد عن حالة التأجيل لازم يفهم في البداية هو بيأجل ليه، يعني يحط إيده على الأسباب اللي بتخليه يأجل أي تاسك مهمة في حياته. تحديد أهداف صغيرة بدل ما تكون كبيرة، لأن الأهداف البسيطة تكون سهلة التنفيذ هتساعدك تنجز أكتر، وتحس فعلا إنك حققت حاجة كنت حابب تعملها. أقول لك كمان يا كوتش على قاعدة ال5 دقايق، وهي إن لو في حاجة مأجلها قول لنفسك هبدأ فيها بس ل5 دقايق. صدقيني هتتفاجئي انك بعد ال5 دقايق هتكملي من غير ما تحسي، لان اصعب خطوة هي البداية. والله يا كوتش فعلا الخطوات اللي قلتها جميلة جدا، ولفت نظري فعلا قاعدة ال5 دقايق لأنها فعالة، بتكسر فكرة إنك تأجل أصلا. ممكن كمان أضيف معاك إنك تحدد وقت لأي حاجة ممكن تشتت انتباهك، زي السوشيال ميديا أو أي حاجة تانية. ده هيخلي فيه مساحة إنك تتفرغ لحاجات تانية لو عملتها هتفرق معاك جدا، زي قراءة القرآن، تسمع حاجة في مجال معين بتحبه، أو تخصص وقت إنك تتعلم كل يوم 10 دقايق حاجة جديدة هتفرق معاك في شغلك أو دراستك. وكمان فكرة إنك تربط عادة جديدة بحاجة أنت فعلا بتعملها هتخلي فيه التزام قوي، والموضوع هيبقى سهل عليك. دلوقتي نقدر نقول، وبعد التفاصيل اللي اتناقشنا فيها قدرنا نعرف ايه اسباب التسويف وازاي ممكن نكسر الدايرة دي. بس حابب اقول ان في خطوات عملية لو بدأت فيها من النهاردة هتلاقي نفسك بتتحرك وبتشتغل من غير تأجيل نهائي. هبدأ على طول في اول خطوة، هي انك تحدد 3 اهداف واضحة في رمضان. طبعا زي ما اتفقنا ما تكونش كبيرة،
المهم تكون محددة، زي مثلا هتقرأ 4 صفحات قرآن بعد كل صلاة، هتخصص 10 دقايق ذكر بعد صلاة الفجر، هتقلل وقت السوشيال ميديا، يبقى كفاية نص ساعة يوميا. الخطوة التانية انك تحدد وقت ثابت لكل هدف، بمعنى انك لما تحدد وقت معين لأي حاجة فرص تنفيذها بتزيد جدا، لان التجديد بيمنع التأجيل. ممكن أقول إن الخطوة التالتة إنك تكافئ نفسك بعد كل إنجاز حققته أو تاسك خلصتها. العقل بيحب المكافآت جدا، وبتكون حافز إنك تبدأ في الخطوة اللي بعدها. كافئ نفسك بالحاجة اللي بتحبها، ولو مجرد إنك ترتاح في مكان بتحبه، ده هيفرق كتير في حالتك النفسية. أما بقى الخطوة الرابعة، وهي إنك تبدأ دلوقتي مش بكرة. مفيش وقت مثالي، ومفيش حاجة اسمها أرتب يومي الأول وبعدين أبدأ. خد الخطوة حالا حتى لو صغيرة، وهتلاقي نفسك بتتحرك على طول. التسويف هو العدو الخفي اللي بيضيع علينا فرص كتير، ورمضان فرصة عظيمة للتغيير، بس لو فضلنا نقول بكرة هنلاقي الشهر خلص واحنا لسه في نفس النقطة. ابدأ بخطوة صغيرة النهاردة حتى لو بسيطة، حدد هدف وخليه واضح، واربطه بعادة يومية، لأن البداية الحقيقية بتيجي لما ناخد القرار وننفذه، مش لما نحس إننا مستعدين 100%. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.